السلام عليكم ميناسان كونيتشوا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. فيديو النهاردة هو سحور رمضان. تعالوا نشوف الفيديو، اتمنى ان يعجبكم. هحضر حاجات للسحور. اول حاجة هعمل الزبادي لتر حليب وسخنته او دفيته كده على النار، يعني مش غلي ولا حاجة. باخد منه شوية مثلا في طبق في كوباية، وبكون متأكدة ان الحليب ما هوش سخن قوي علشان مش تقتل البكتيريا اللي هي هتساعد في تكوين الزبادي. بجيب زبادي باخد منه معلقة كبيرة او 2 مثلا، وكل ما كان نوع الزبادي كان افضل هيدينا نتيجة افضل. انا في الغالب بستخدم الزبادي اليونانية، دي احلى زبادي انا بحبها، لكن انا قلت ان هي غالية شوية فهجرب الزبادي العادية المتوفرة في كل مكان وبيكون سعرها معقول. بقلب الزبادي وبدوبها كويس في الحليب ومش يكون فيه تكتلات من الزبادي. في نقطة مهمة في نجاح الزبادي ان ما يكونش حادق يعني ويدينا نتيجة حلوة، ان الزبادي والحليب يكونوا طازجين، يعني مش قربت مثلا مدة صحتهم تنتهي او حاجة زي كده. بعد ما مزجت الحليب والزبادي كويس هضيفهم على باقي كمية الحليب واقلبهم كلهم مع بعض في قوالب او كوبايات، او ممكن في الحلة زي ما هي كده عادي برضو، اي حاجة براحتكم. بس انا بحب اعملها في القوالب دي. هي دي قوالب البودنج، انا بستخدمها في اللي هو الزبادي او بودنج الشوكولاته، وبيكون شكلها حلو قوي. في الوقت ده بسخن الفرن مثلا حرارة 120 100، يعني الحرارة اللي بتبقى الهادية شوية، وبسخنه بس، يعني مش هستخدمه ان انا مثلا هشغله كده. انا محتاجه ان انا احط الزبادي في مكان يكون دافي، بس ما خليش الحراره تكون ليها عاليه او سخنه قوي، لان زي ما قلنا ان الحراره العاليه بتقتل البكتيريا النافعه اللي بتكون الزبادي. ممكن على فكره تضيفوا للحليب معلقه لبن بودره، بتدي برضك نكهه حلوه لو حابين النكهه بتاعت اللي هو الحليب البودره دي. ممكن تضيفوا معلقه سكر لو بتحبوا يكون مسكر شويه، او ممكن تضيفوا فواكه مربى زي ما تحبوا. انا عن نفسي بحب الزبادي اللي هي الساده من غير اي اضافات مثلا سكر او اي نكهه تانية. زوجي بيضيف عليه عسل لما بيجي ياكله، وفي ناس بتضيف على اللي هو الزبادي بتضيف مربى وبتاكلها كده. بس عامة الحاجات دي بتبقى اذواق وكل واحد وذوقه. بغطي كوبايات الزبادي كويس. بعد ما خلصت الزبادي بحطه في الفرن متسخن زي ما قلت لكم، او مكان بيكون دافي، وبجيب ميه سخنه بحطها معاه في الفرن او المكان ده، ودي بتساعد على الحفاظ على دفء المكان لمده اطول. هعمل بعد كده لانشون الفراخ الاقتصادي وطعمه جميل جدا. جبت نص كوباية حليب وحطت عليه نص معلقة من الليمون او ممكن خل، وبسيبه على جنب. ممكن انا بستخدم بداله 100 ملي مثلا من الزبادي، وده بيكون بديل الجبنة لان احنا عندنا الجبنة غالية قوي. استخدمت 4 بيضات بدل 6 بيضات، بوفر برضك في البيت وبيدي نفس النتيجة. 4 فصوص توم كبار او 6 صغيرين بهرسهم او بفرمهم. 4 من مرقة الدجاج، أو ممكن تستخدموا مرقة اللحمة لو عايزينه مثلا يكون لانشون بيف. أنا بحب لانشون الفراخ أكتر، فغالبا بعمل لانشون الفراخ وبستخدم مرقة الدجاج، لكن طبعا زي ما تحبوا، هي الطريقة تقريبا واحدة مفيهاش أي تغيير غير بس المرقة اللي بغيرها. بضيف عليهم 4 معالق زيت. بضيف الحليب بعد ما تقل أو اللي هو الزبادي، وهفرم المكونات مع بعضها في الخلاط بقى أو البلندر أي حاجة. ضفت لون طعام احمر، حاجه بسيطه يعني يديني اللون للانشون، ممكن ان احنا ما نضيفش عليه عادي برضو. ضفت 1 كوبايه من الدقيق وهخلطهم مع بعض. انا ضفت معلقتين تانيين من الدقيق علشان الدقيق اللي عندي ده بتاع الكيك اللي هو مش بيشرب السوائل كويس، لكن ممكن ياخد معاكم كوبايه دقيق واحده، خاصه مثلا لو بتستخدمهم اللي هو الدقيق متعدد اغراض، فانتوا بتحطوا مثلا كوبايه، لو احتاج اكتر ممكن تضيفوا. وكاني بعمل كيكه كده، القوام مش بيبقى اللي هو متماسك قوي، بيبقى نفس تقريبا الشكل. بدهن قوالب او كوبايات، انا استخدمت كوبايه الشوربه دي، وهحط نص الخليط في كل كوبايه بتساوي مثلا تقريبا. اعتقد لو كوبايات اصغر من كده هتكون مثلا 4 كوبايات ولا حاجه.
بحط الكوبايات في حلة وبحط عليهم مية سخنة مغلية، وبحطهم على نار حرارة هادية او متوسطة هادية شوية. وممكن انتوا تكونوا حاطين فويل او ممكن من غير فويل، انا بستخدم معظم الوقت من غير فويل عادي، يعني بغطيها بالغطا اللي هو العادي ومش بستخدم الفويل. وبعد 30-40 دقيقة بتكون استوت. بتأكد ان هي استوت ازاي؟ بحط اللي هو خلة الطعام وبتطلع نظيفة وبسيبه يبرد. طبعا لما بيبرد بيكش بردك زي الكيك. هعمل دلوقتي الفول المدمس، وده اللي انا اشتريناه من اللي هو المحل الحلال. طبعا هي الفول تعتبر هي كبيرة شوية او شويتين يعني، هو مكتوب هنا حلال. هو ده اللي هو موجود، بس يعني هو مفيش اي اختيارات تانية او حاجة متاحة مثلا يكون فول اصغر او اي حاجة تانية. هو ده النوع الموجود والحمد لله ان هو اصلا موجود يعني. الفول ده نقعته في اللي هو في ميه وبقيت اغير الميه وكده. طبعا خد مني اكتر من يوم الصراحه. هو المفروض مثلا في العادي بياخد من 12 ساعه ل 24 ساعه، هو اخد مني اكتر من... شوفوا الحبايه ما شاء الله يعني قد الكف، تحس ان هي خلاص الحبايه الواحده بتعمل لها سندوتش. فعشان كده هو صعب ان احنا ناكله زي ما هو كده يعني حتى لما بيتدمس. ف في الغالب ان انا بطحنه. انا اول مره مثلا انا عملته كان هو مش مطحون وكان صعب شويه. هضيف معلقه من الرز تكون اللي هي رز منقوع يعني وكده، الرز علشان يخليه متروط مع بعضه. وهضيف معلقه بردك من العسل، من العدس مش العسل، العسل المنقوع، ده هيديله لون وبردك قوام بيبقى حلو برضو. وبضيف حته جزر مقطعاها، ده جزر وده حته تومه كده مثلا كبيره، وطماطم وبصل. الحاجات دي على فكره هتديله طعم حلو قوي، وكمان بتديله قيمه غذائيه. يعني انا اصلا لما حتى بخلص تدميسه او كده مش محتاجه ان انا اعمل فيه حاجات كتير، يعني ممكن مثلا افرمه بس احط عليه التوابل ويبقى طعمه حلو قوي. هضيف ميه سخنه عليه. انا لما كنت نقعاه كنت نقعاه في ميه بارده عاديه، وبعد كده دلوقتي بضيف ميه سخنه وهي هغطيه كتير بيها علشان هياخد وقت تسويه كتير. يعني مثلا بالشكل كده اعتقد ان هو يعني كويس. احطه بقى على النار على درجه حراره عاليه كده، ياخد غلوه معايا. وبطلع اللي هو الحاجات اللي اسمها ايه، الريمه الريمه. وبعد ما بشيلها هوطي عليه واهدي النار واسيبه بقى مع نفسه خالص. شوفوا كده انا هديت النار عليه خالص، خليته يعني اللي هو اقل حاجه تقريبا. وانا هغطيه عندي باللي هو برضك هو دوت كده، وتغطيه بقى محكم بقى. لو عندكم اللي هو حله الضغط دي بتبقى حلوه. كده الفول اتهرى ما شاء الله، بقى حلو قوي وطري جدا ما شاء الله. يعني هو بالشكل ده. طبعا هو الحاجات دي كلها بالنسبه لي عادي عشان انا هفرمه دلوقتي مثلا او كده كده طبق مثلا. بس كده. وبعد كده بقى ان شاء الله قبل الاكل احط بقى عليه مثلا سخانه، احط الزيت بقى والتوابل والطحينه. ده اللانشون كنت حطيته في التلاجة. انا بحب عامه لما بعمله احطه في التلاجة وبعد كده باكله، بيبقى طعمه حلو. اللي هما دول انا عملتهم وزنتهم طلعوا 660 جرام، يعني ما شاء الله اكتر من نص كيلو. باللي هو كوبايه اي حبيبي بكوبايه الدقيق واللي هو نص كوبايه اللبن. ما شاء الله عملت الكميه دي، طبعا كميه موفره جدا وما شاء الله يعني. والله بجد ريحته وطعمه بيكون حاجه تانية يعني. انا نفسي اعرف اقطع كويس. واو، بصوا لانشون، انه لانشون. هو اللون ده اللي هو بالشكل ده قلت عشان الفراخ عشان يكون كده. لو مثلا عايزينه بقى اللي هو اللون تاني بتزودوا في اللون الاحمر، او مش عايزين اللون خالص عادي يعني مش لازم. شوفوا ما شاء الله عملت كميه قد ايه. كل ده ما شاء الله بكوبايه الدقيق اللي احنا عملناها ونص كوبايه اللبن بجد. ويعني حاجه موفره جدا جدا يعني ما شاء الله. يقعد معانا كتير ونستخدم منه زي ما احنا عايزين. ما شاء الله كميه كبيره.
كده حطيتهم في العلب وبشيلهم بقى مثلا في التلاجة وكده، وباكل منهم بقى، وبيفضل على فكرة مدة كبيرة في التلاجة يعني عادي. حلو والله. تمام. اللانشون ده بجد سهل وطعمه حلو قوي، وكمان مضمون على اللانشون اللي بنشتري بره، يعني احنا عاملينه بايدنا وعارفين معمول ازاي وكده. هما الاطفال بيحبوه قوي، وبينفع في السندوتشات، المدارس، اي حاجه. انا عن نفسي بحبه جدا، وبرضك الاولاد بيحبوه قوي. السحور معظم السفرة من عمايلي الفول، اللانشون، الزبادي، والكمية ما شاء الله، يعني هي مش المرة دي بس، لا ده هي بتقضي كمان كام يوم. فما شاء الله يعني حاجة حلوة وموفرة وطعمها جميل جدا. الوقت السحور وألف هنا. 3 2 1 بسم الله. はい、ビスミラ。マヤインポッタンですね。マヤインポッタン。はい、ということで今日やってきました。場所はフラワーチョップです。フラワーチョップ。はい。これは何ですか？フール。フール。フール。フール？タヒナじゃなくて？フールベタヒナ。タヒナ。フールウィズタヒナ。ワタヒナね。フールベタヒナ。フールワタヒナ。なんか早口言葉。はい。でこれはランチョンでしょ？ランチョン。メモタランチョン。メモターベッ作ってない。I just boiled them. はい。はい。でこのザバディは？これは丸ごとザバディ。オリジナル。もう素晴らしい。そしたらこれはさすがにピザは作れないよね。はい。これは丸ごといいです。おお、いいね。はい。じゃあ早速もうメインディッシュはこれですね。タヒナ。タヒナ。オーブンだったっけ？別に何でも大丈夫。お、すごい。めっちゃ濃厚な感じがしますね。とろっとしてる感じがして。もうこっちで。濃い。美味しいね。いいよ。上はマヨネーズの味がしました。デコレーションみたいな。デコレーションだけね。でもサラダと変あるよ。You can feel the taste? あのね、セムセムの香りがする。また変はセムセムだよね。でしょ？で、違うな。私多分ちっちゃかったな。よし。よいしょ。おっ。いいね。もうこれで私もエジプシャンになりました。あんまり落ちちゃう。これは何のビーンズですか？ファバビーンズ。ファバビーンズ。これミダミス。これはな、そら豆がわかるでしょ？スカイビーンズ？スカイビーンズ。これあったらドライ。あ、ほんと？スカイビーンズとファバビーンズは一緒なんだ。でもなんか全然ビーンズ出てこないけど。ビーンズ出てこない。しました。大丈夫？セーフ。そうか、スマッシュしか出てこなかった。これあれでしょ、私、前食べたことあるよね、これね。クリームでしょ？美味しいね。I like it so much. For me, this way, better than classic way. これでもこれはクラシックなの？これはクラシックじゃない。クラシックじゃない？クラシックはどんなやつ？あれ、forget これテニスじゃない？ニュージャンル、ニュースタイル、ニューエラ。We became new era. アイスもいいね。レボタアイス。レボタアイスいいですね、じゃあ。レボタアイスとレボタベッド。レボタベッドじゃないよ。
バーガー。そもじゃないこれ。よし。美味しい。美味しいね。まあランチは美味しいですと。ランチは美味しいと。はい。じゃあメルボタと来たら、ランチョンと来たら、アイシと来たら、またフーでしょ。いいね。あれだったんしょうがない。見てよこれ。ベッこれもグなしだよ。and the bed。じゃあ、オリーブ。じゃあ、と。見て、もうバーガーじゃん。これ、ソース。バナナソース。美味しい？もちろん。本当？いや。ベッドランチョンバーガー。ベッドランチョンバーガー。カプセンギね。カプセンギね。لا بكندلش حلو أوي أوي أوي. عجبني. والفول طعمه حلو. حلو وكريمي. 美味しいね。ليش؟ もちろん。メルボタ、メルボタ、メルボタ、メルボタ。メルボタイシ。I'm selling my goods products. いいね。俺も美味しい。美味しいね。メルボデザート。わあ。トゥデイ今日のデザートはベッドアルメルボアルザバディメルボタ。あれ違う。順番的にはメルボタアルザバディ。زبادي ما زبادي مرفوض. زبادي مربوط. انتي زبادي مربوط. اوه. いいね。クリーミー。わお、いいね。あ、美味しい。思ったよりあれだね。これはさ、トロトロと思ってたけど、思ったよりこうさ、中でとろける感じがする。いいですね。フールセット。طعمها أحلى على فكرة من اللي شاريها جاهزة والله. 私の時に無視したでしょ、今。だよね、今ね。絶対無視したよね。What did you say? フールアザバティとか言ったんだけどさ。完全になんか、完全にあれと思って。ああいう、大丈夫。まあ、食べ物に夢中になるとこうなりますよ。そうですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。またねー、バイバーイ。ラバダンカリー。ダンカリー。ダンカリー？ダン？ラバダン。あ、ラバダン。全然ラーが聞こえないからさ、ダンカリー、ダンカリーっつって。あれなんか新しいね。ティーネイジャーの新しいウェイかと思っちゃった。ちょっと炙り食べてる後のアップルスクリーンショットかとかった。いきなり言ってしまって申し訳ございません。はい、準備はできたということで。3、2、1。はい、3、2、1。ラマダン。違う。あれもなんか違う。まあ、それはまあラブダンカリームじゃないの。はい。はい。3、2、1。ラブダンカリーム。ラブダンカリームじゃないでしょ。マサラでしょ。はい。ラブダンカリーム、マサラ、うどっち？マサラマラブダンカリームでしょ。はい。バイバイ、シーユーみたいな感じでしょ。
So I said the main mistake. はい、そうです。 Yes, はい、 3, 2、 2, 1. 1、マセラ。なんで I said the mistake again. はい。ごめんなさい。はい。 Yes, 3, 2, 1.マセラマラブランケリー